السلام عليكم. حسوي عجينة بلبن الزبادي، حسوي فطاير وسندويشتات. حسوي العجينة، خلي علبة اللبن نفسها علبة الزبادي مكيال لكل المقادير. أسوي العجينة كلها وارجع اكتب لكم المقادير بإذن الله. خلاص كده اتعجنت، ادهنها بزيت شوية كده زيت، ادهنها واغطيها واتركها لين تتخمر. ما شاء الله تبارك الله. هكتب لكم بعدين مقادير العجينة. العجينة ما احلاها ما شاء الله. بس لبن زبادي، علبة لبن زبادي عجنتها بعلبة حليب سائل، نفس علبة الزبادي علبة حليب. ما شاء الله تبارك الله. خلاص عملت هذه الكرات من غير الحشوة، عادية ما فيها شيء. بعد ما تصير وتستوي أحشيها. وهذه حشيتها بجبنة. عملت هذه الكرات من غير الحشوة، عادية ما فيها شيء. بعد ما تصير وتستوي أحشيها. وهذه حشيتها بجبنة كيري، أو تحب تحشيها بجبنة بيضاء، أي حشوة تحب تعجبك ممكن تحطيها. أشرحها زي كده. وهنا سويت بالزعتر مع زيت الزيتون. وبس ندخلها الفرن من تحت ربع ساعة، ما تطولي كتير، من فوق تحمير بسيط بس. وهذه فطايرنا ما شاء الله تبارك الله. دحين هذه المدورة اللي فاضية ححشيها الطعمية بإذن الله. وهذه فطاير الجبن خلاص صارت جاهزة ما شاء الله تبارك الله. ريحة الخبز في البيت تجنن. شوف التحميرة كيف ما شاء الله. شوفوا كيف هشة ولينة ما شاء الله تبارك الله. لو ما تحبيها محمرة زيادة ممكن تتخفف التحميرة. هنا سويت شوية سلطة طحينة عشان نحشي بها الفطاير مع الطعمية. هذه الطعمية جاهزة، أحشيها طحينة بعدين طعمية وبعدين بقدونس، أو لو عندك خس زي ما تفضلي. وهذه فطايرنا جهزناها خلاص. هذه الطعمية ما شاء الله تبارك الله. الطعمية أخذتها جاهزة وأنا قليتها. اللي لو تعرفوا بالمروت عندهم بالكيلو يبيعوا الطعمية بالكيس، لذيذة مرة. شوفي هذه الطعمية شايفينها، حشيتها طحينة